نظن بأن المونديال سيستمر على هذا المنوال، ونتمنى بأن المنتخبات العربية والإفريقية وكل المنتخبات الصغيرة أن تكون في المستوى من أجل أن يرتفع مستوى المونديال. نعم، أتمنى للمغرب أن يكون يأخذ 3 نقاط. وردا على الأخ حمزة، ليست هناك منتخبات صغيرة، المنتخبات الصغيرة لن تحضر دي سعيد بأن يكون معي من الدوحة بعد قليل طبعا موفد فرانس 24 وديع فيعاني. دائما سعيد بأن تكون معي من تونس نعيمة ساسي، زميلة إعلامية رياضية. أنا لن أحتاج لأقدم أي اعتذار، أتأكد أكيد لأن النقاش سيكون رياضيا بامتياز. وسعيد بأن يكون معي من الرباط أحمد بعقيل، وهو ناقد ومحلل سياسي. أهلا وسهلا بكم. نبدأ نم أسمعك. ماذا قلت؟ محلل رياضي وليس سياسي. قلت سياسي أنا. هو المشكلة في النقاش دائما معتاد على السياسة يعني تقريبا، أنا أحب الرياضة ولكن دائما نتحدث عن السياسة. طيب نعيمة، نبدأ بدردشة قليلة عن هذه بعيدا عن السياسة. نبدأ بدردشة عما حصل بعد ظهر اليوم. بالفعل الآن أصبحت عملية التكهن صعبة جدا بعد هذا تميز المنتخب السعودي في اللعب، وتميز أيضا المنتخب التونسي أمام الدنمارك. مرحبا بك توفيق وبكل ضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناة فرانس 24. نعم، المفاجآت تتتالى في كأس العالم بعد يومين فقط من بداية البطولة. اليوم رأينا المنتخب السعودي في انتصار تاريخي ضد المنتخب الأرجنتيني، المنتخب تقريبا من المؤهلين إلى نيل كأس العالم هذه، وخاصة بتواجد ميسي الذي صرح قبل كأس العالم أنها ستكون الأخيرة بالنسبة له. اللاعبون السعوديون اليوم كانوا بمثابة الجنود، رأينا مقاتلين ولم نرى لاعبين فقط إلى آخر اللحظات. زيادة 13 دقيقة أو 14 دقيقة لم تترك المنتخب السعودي يترك أي فرصة للمنتخب الأرجنتيني، وهو انتصار تاريخي. نحن تعودنا بالمنتخب السعودي أنه يؤدي دائما أداء جيد في كأس العالم. هذا هو المنتخب السعودي برغم الهزيمة كانت في ألمانيا، لكنه يعود بعد 20 سنة ونجده ينافس اليوم في هذه المجموعة وينتصر على المنتخب المؤهل إلى كأس العالم الأول، إلى نيل كأس العالم، وهو منتخب الأرجنتيني. وتلته المباراة لمنتخب تونس، وكأنه اليوم هبت رياح في تونس، وكأنه العرب نحن نقول إن هبت رياحك فاغتنمها. هذا ما فعله المنتخب السعودي، وبعدها نصف الرياح هبت على المنتخب التونسي، نعتبرها نصف غنيمة. وشكرا للاعبين بالحق، تقريبا اليوم كانوا كل لاعبين العرب شرفوا العالم بأكمله، وكل صفحات العالم تتحدث عن إنجاز المنتخب السعودي وكذلك المنتخب التونسي. أيضا يلعب دور في الدورات الكبيرة والحضور البدني والذهني. السعودية فاجأتنا ليس حتى بالحضور البدني فقط، لأني أعلم كمدرب أنه العمل الكبير لمدة شهر يعطيك نسق عالي، ويعطيك أمور متعلقة بالجانب الفيزيولوجي الرياضي تخليه على أعلى مستوى. ولكن الجانب الذهني والنفسي للسعوديين عادة، السعودية في كأس العالم لا تقدم جيدا. الآن شفناها بوجه مغاير، 90 دقيقة نرى كأنها هي الأرجنتين، انضباط تكتيكي طول 90 دقيقة. نفس الشيء بالنسبة للتوانسة، كانوا قادرين حتى على الفوز على منتخب الدنمارك. الآن لابد على الجميع أن يعتبر، سواء بالنسبة للمنتخبات الضعيفة لابد أن تكون كتونس والسعودية، والمنتخبات القوية عليها أن تضع الأرجل في الأرض وتلعب من أجل أنها تلعب بواقعية. طيب أحمد، المشكلة الآن هو عندما يكون تفضل أحمد. لن ننسى أن الدوري السعودي دوري متألق بقيمة سوقية عالية وبمميزات اللاعبين، وكذلك بعض اللاعبين الذين خرجوا إلى الاحتراف كالدوسري والشهري خرجوا إلى تجارب احترافية ثم عادوا إلى الدوري السعودي. كل هذه الظروف وأيضا الظروف المناخية هي تساعد المنتخب السعودي، وذلك ما نتمناه للمنتخبات العربية وكذلك لمنتخب المغرب. غدا منتخب المملكة المغربية نتمناه يتفوق على كرواتيا. لكن ما يعاب على تكلمنا عليها أنه الدوريات الأوروبية
لم تخطط جيدا لكأس العالم. يعني توقفت قبل 3 أو 4 أيام، عكس السعوديه وقطر. يعني وفرت يعني الوقت، لان اي دوره لابد لها من تحضير خاص قبل الدوره. وفي عالم التكتيك يقول التحضير يكون من اسبوعين حتى 4 أسابيع، وهو ما فعله الاتحاد السعودي، ونفس الشيء بالنسبه لتونس. لذلك هذه المشكله بين اوروبا والمنتخبات العربيه. طيب نعيمه، وكل ضيوف حسابات اخرى، وكل الضيوف اريد ان اسالكم، عندما يكون الفريق له لقب بطل أوروبا بالنسبة للدنمارك، بطل العالم بالنسبة لفرنسا، نراه أيضا مع الفرق مثل PSG، فرق صغيرة أحيانا تنتصر على فريق باريس سان جيرمان لأنها أمام لاعبين كبار. هل هذه إيجابية بالنسبة لهذه الفرق أم يمكن أن تكون عاملا سلبيا، لأن حتى الفرق الأخرى هدفها الأساسي هو أن تنتصر على كل من له لقب؟ توفيق. لا السؤال لنعيمة. طبعا عندما يكون هناك السؤال لنعيمة ليس لديه السؤال لنعيمة تفضل نعيمة. هي فرق، يعني الفرق الكبرى، النوادي الكبرى والمنتخبات الكبرى لها تقاليدها في هذا، يعني لهذا تكون هي المرشحة الأولى لنيل اللقب، ويرشحها العالم والجماهير الرياضية لنيل لقب كأس العالم. لكن في بعض الأحيان تحصل المفاجآت، ولكن المفاجآت الجيدة خاصة نتحدث عنها نحن المنتخبات العربية. هذه النتائج تعود بالتأكيد إلى سعود قليلا عن الدوري السعودي والبطولة السعودية. يعني ليس بحديث العهد عن الكرة السعودية التي جلبت عديد المدربين، التي جلبت عديد اللاعبين الذين ينشطون في البطولة السعودية. وهذا ما شاهدناه في المنتخب السعودي، بالرغم من كل انتقادات أن هؤلاء اللاعبين لن يتركوا لاعبي السعوديين ينشطون معهم، ولكن كل هذا كان له إيجابيته بالنسبة للمنتخب السعودي الذي وجدناه في مباراة ضد المنتخب الأرجنتيني. أعود كذلك، أنا أرى أن الكلمة التي كانت للملك قبل بداية هذه التظاهرة لكل اللاعبين وأمام كل الإدارة بالنسبة للمنتخب السعودي كان لها الحافز لتقديم أداء جيد، فقد هو تركهم لهم، يعني تقريبا لم يكلفهم وسع هذا كأس العالم هذا، وقال لهم العبوا كما تشاءون، نحن لا نريد كأس ولكن نريد فقط التشريف. نعم. وهذا ما كان بالنسبة للمنتخب السعودي اليوم الذي شرف الكرة العربية. بالنسبة للفرق، يعني هي هناك كما قلت مفاجآت، ولكن لا نقول يعني بين ظفرين كلمة بالفرنسية أكسيدون، ولكن الثقة في الإمكانيات هي التي تجعلك تأتي بهذه النتائج. طيب، كان سؤالي هو أنه دائما الفرق تسعى إلى بذل جهد أكبر عندما تكون أمام فرق لها ألقاب أو لها يعني نجوم. نعم. أكبر النجوم، وهذا يعني أحيانا الأكسيدون التي حدثت الحدث العرضي أو الحادث يحصل عادة حتى مع الفرق الكبيرة. حامل اللقب هو يعني ضغط، يعني كابوس، كما حدث لإيطاليا في 2006 عندما لم تحافظ على لقبها في 2010، إسبانيا كذلك ما بين 2010 و 2014. يعني أحداث كبيرة تتواجد، وألمانيا كذلك لم تحافظ على لقبها. القليلون هم من تألقوا ويعني ذهبوا بعيدا في الأدوار. برازيل، يعني البرازيل وحدها، أظن البرازيل وحدها، أنا لا أعرف بالضبط الإحصائيات. وإيطاليا عام 39 أعتقد، بس الزمن 34 و 38. أو الأوروغواي أعتقد. الأوروغواي. نعم. إذا المنتخب الفرنسي أمامه رهان كبير للمحافظة على اللقب، إكراهات كبيرة، تجديد يعني متغير. هذا حدث استثنائي. كأس العالم في هذه النسخة نسخة استثنائية تعدنا بالمفاجآت. زميلي توفيق. مفاجآت فعلا. اكيد ربما ستكون نفس يعني سيناريو مع استراليا. هي رأت تونس لعبت جيدا امام الدنمارك، رأت السعوديه فازت على الارجنتين، مارادونا وميسي،
هذا يأثر على المعنويات اكيد. يضاف اليها خبره استراليا في كؤوس العالم، يعني هي دائما مشاركه، كونها تشارك يعني في اوقيانوسيا تتاهل، ثم اصبحت الان في اسيا تتاهل بسهوله الى كاس العالم، تقريبا من اكثر المشاركين على مستوى قاره اوقيانوسيا او اسيا. نظن بان خبرتها في كؤوس العالم يضاف اليها حافز انك تواجه بطل العالم من اجل الفوز عليه. الطاقم الفني سيعمل على هذا الجانب كثيرا، يعني كل لاعب سيكون معه محضر ذهني ونفسي من اجل انه يستخرج منه الحموله الجسديه او البدنيه ويشحنه بالحموله الذهنيه والنفسيه من اجل انه يطيح ببطل العالم. يضاف اليها ان فرنسا الان ينقصها بنزيما، ينقصها بوجبا، كانتي، يعني لاعبين كانوا من ساهموا في فوز فرنسا بكاس العالم، وفرنسا شابه، لذلك نظن بان استراليا لن تكون بالخصم السهل لفرنسا، ولكن انا دائما مع فرنسا لان قلت فرنسا لديها مفاتيح اللعب، لديها نجوم قادرون على صنع الفارق، ونظن ان هذا الامر اعطى نكهه خاصه لكاس